اهلا بيكم. النهارده هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله طريقه مضمونه 100%. هنعمله على البارد ومقادير كلها مظبوطه على الميزان. اول حاجه معايا ميه دافيه، ومعايا سمسم ريحه كحك، ومعايا سكر بودره وخميره وبيكنج باودر، ومعايا سمنه ودقيق. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اول حاجه هبتدي بالخميره. هحط الخميره على الميه الدافيه ومعاهم معلقه من السكر، وهقلبهم كويس قوي. هسيبهم يخمروا، والسكر هنا بينشط لي الخميره. هسيبهم بقى على جنب كده يخمروا لحد لما نشوف هنعمل ايه تاني. هبتدي بالدقيق. معايا كيلو من الدقيق، عليه ربع معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من السمسم المحمص، ومعلقه كبيره من ريحه الكحك، و100 جرام من السكر البودره. المهم يكون السكر البودره مطحون كويس قوي ومنخول. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهنزل عليهم 550 جرام من السمنه. السمنه دي من العلبه. هبتدي بقى احطهم في العجان او هنعجنهم على ايدينا. هنبس كويس قوي. المرحله دي مهمه جدا جدا جدا، دي اهم مرحله في الكحك. هنبتدي نبس السمنه بالدقيق لحد لما يتشرب الدقيق كله السمنه. زي ما انتم شايفين كده، هوريكم كل المراحل بتاعه البس. انا هنا لسه ما وصلتش للي انا عايزاه برضو. هبتدي انزل كل جوانب العجين كده من على حلة العجان. شايفين هنا لسه العجينة ما ظبطتش، لسه الدقيق ما شربش السمنة زي ما انا عايزاه. في المرحلة دي بتبتدي تشرب، بيبتدي العجين يشرب السمنة بتاعته. هرجعه تاني وهفضل ابس فيه لحد لما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. المرحلة دي هتاخد تقريبا 10 دقايق في العجان، وممكن على ايدك حوالي تلت ساعة. شايفين بدأت اهي تظبط. الدقيق بدأ يشرب السمنة بتاعته. شايفين بدأ يلزق في ايدي. هرجعه تاني، ما توقفيش لحد هنا. هرجعه تاني في العجان او على ايدك وتبسيه. دي اهم خطوة. هنرجع تاني. شايفين انا عايزة اوصل للنتيجة دي. الدقيق والسمنة بقوا عاملين زي الكريمة. شايفين الدقيق بقى خفيف قوي. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله. انا عايزاها بقى بالقوام ده، خفيفة خالص كده وعاملة زي الكريمة كده. تمام. هبتدي في الوقت ده انزل المية بتاعتي اللي فيها خميرة، اللي هي دافية، خميرة وسكر. في الوقت ده بقى هبتدي الم العجينة. هشغل العجان على اهدى درجة، بس الم العجينة. لو شغلت العجان على اعلى درجة او لو عجنت كتير في العجينة بعد كده هتشد مني وتنشف ومش هتطلع لي النتيجة اللي انا عايزاها. هبتدي بقى ادمج العجينة في ايدي كده زي ما انتم شايفين. طلعت بتشقق مني حاجة بسيطة. اوعي في الوقت ده تزودي لا دقيق ولا مية ولا سمنة. هندمج العجينة كويس قوي قوي لمدة دقيقة كده في ايدينا، ونبتدي نبصمها. انا استخدمت هنا البصامة. شايفين ما شاء الله طلع مظبوطة وما زودتش اي حاجة. هكمل بقى الكمية بالطريقة دي. شايفين بصمتها وطلعت ما شاء الله جميلة جدا وما شققتش مني، والعجينة مظبوطة قوي رغم اني ما زودتش لا دقيق ولا حتى سمنة ولا مية. والمية هنا بتخلي الكحكاية دايبة، لكن اللبن بيخلي الكحك فيه قطمة. فانا بفضل دايما في الكحك المية مش اللبن. شايفين ما شاء الله البصمة طالعة مظبوطة جدا والعجينة مظبوطة مش مشققة. هكمل بقى الكمية بنفس الطريقة دي. واهم حاجة التسوية. هدخلهم فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة من 170 ل 180. ما تزوديش عن كده عشان الكحكة تطلع مستوية من جوه، بس يا دوب تاخد اللون الاحمر او الذهبي من تحت. هبتدي اشغل عليها الشواية لحد لما تاخد اللون الجميل ده. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ شايفين الكحكة ما شاء الله مش متحملة اي حاجة، والقلب بتاعها ما شاء الله يجنن. مفيش بعد كده، مستوية جدا من بره ومن جوه. الكحكاية ماسكة نفسها وفي نفس الوقت بتدوب. شايفين عاملة ازاي؟ حرفيا مظبوطة على الشعرة. لو وصلتي بقى لحد هنا
ما تنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة.